ماشي، ورأيي الشخصي أن يتم مجابهة العسكر كما كان يتم مجابهة الاحتلال الإنجليزي. والله حضرتك لو تعرف يا ريت ما تتأخرش حضرتك، أنا ما أعرفش بصراحة، لكن حضرتك لو تعرف ماشي، يا ريت والله، ما أقصدش والله إن أسخر منك يعني. ما هو حضرتك أنت ممكن تقول ممكن أجي أقول لك إيه، إحنا المفروض نواجه العسكر بأسلحة الليزر. طب إحنا معانا أسلحة ليزر؟ لأ. طب ممكن نقول إحنا نعمل لك حفرة؟ يا باشا أنت لازم تعرف أنت واقف فين. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أسوأ شيء، أسوأ شيء مش استخدام الرد، انا بقول لك رد على قد ما تقدر، رد. لو حد اعتدى عليك ما ترحموش، لكن انت هتجابههم ازاي؟ ما هو التجربه دي اتعملت ايام الجماعات الاسلاميه في التسعينات، وكان عندهم امكانيات مش موجوده دلوقتي خالص يعني خالص، فشلت. اللي اسوأ منها بقى عسكره الثوره. يعني ايه عسكره الثوره؟ ان وحدات من الجيش تستقل وتقول لك انا معاك وهحارب بقى الجيش الاصلي. دي برضه مرفوضه تماما، عسكره الثوره، لان الشعب ساعتها ما بيبقاش ليه قيمه، عمال يتفرج على حاجه ما يعرفهاش، واللي بيدي ده سلاح، وبيدي ده سلاح هو اللي بيتحكم في قراره. ونعيد تاني المسألة، لكن الشعب لما بيطلع لوحده، بيطلع عارف مصالحه، العيش، الخبز، مش هي دي الصح. يجي حد من الجيش عاوز يتفاعل معاك، يجي كويس جدا في اطار الشعب، يدافع عن الشعب من الهجمات، يعمل شعب، يكون نموذج للجيش عشان لما الثوره تنجح يبقى عندنا جيش مش بلطجيه. نفس الحكايه، حضرتك السياسه مش هتاثر لما يطلع 110 مليون، مش هيأثروا وياخدوا ينتزعوا ويعملوا كده ومش عارف ايه كده، فامشي ورا حلمي ان انا مش موجود منه اي حاجه عندي خالص 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 يعني. ومخاطره كبيره جدا جدا، يعني مش هنا حضرتك، يعني مش ده اللي احنا بنقوله. ممكن على فكره تلاقي ناس كتير قوي بيتكلموا الكلام الحلو ده وهيعجبك جدا جدا، وما بيعملوش حاجه والله، بقى لهم 10 سنين بيتكلموا ويحزقوا ويقول لك ومش عارف الكهات وكده، ما بيعملوش حاجه خالص مطلقا يعني. لان بيحاول الناس ان هو منتظر اللي هو البطل الاسطوري اللي هو هيخلصه ومش عارف ايه، لكن ما ندعو عليه من ثوره هيشارك فيها كل مصري، كبير صغير طفل عجوز بيمشي، كل واحد له دوره، كل واحد له